السلام عليكم. أنا حسن وهذا أول فيديو لي على اليوتيوب وإن شاء الله إنه يعجبكم. يا جماعة راح أقدم فيديوهات بتضحك أو ما بتضحك، مش عارف، عاد أنت وذوقك. المهم ما علينا، اليوم راح أحكي عن الأفلام يا جماعة فيها خيال، يعني تقول من المريخ جايبين الأفلام يا أخي، مش طبيعي. نبدأ أول شيء بالأفلام الهندي. الأفلام الهندي بتكون قاعد بأمان الله بتتفرج على الفيلم، إلا هو نازل لك بأغنية. طب ليش الأغنية؟ أنا عن جد مش فاهم ليش الأغنية؟ لا إلها علاقة بالفيلم ولا إلها علاقة بالبطل ولا إلها علاقة بالبطل. يعني المخرج تقول إيش؟ عيد ميلاد ابن أخوه ولا ابن أخته وجايب لي إيش؟ أغنية. بتموت أم البطل بيعمل لي أغنية، بموت أبو البطل بيعمل لي أغنية، بتنشل أخت البطل أغنية. يا عم مش ليش دخلت الأغنية؟ أنا مش فاهم. تخلص الأغنية وتمام تمام بيروح إيش؟ العصابة بتكون خاطف البطلة. قال إيش؟ بيرنوا على البطل. أول شيء أنا يعني مش فاهم من وين جابوا رقم البطل، يعني طلعوه من على التروكولر مثلا، ما علينا. المهم تكون خاطف البطلة اللي هي حبيبة البطل، طبعا مش البطلة اللي في الفيلم الثاني، حبيبة البطل. ألو بيرنوا عليه، أنت البطل؟ طبعا هو البطل، أنت خاطف يعني مش أنت يعني هو البطل، هو البطل، إيش بدك؟ قال إيش؟ بيقولوا له إحنا هاي حبيبتك معنا ومعك 4 ثواني ونص، والله إذا ما جيت لنحلق حواجبها. بدهم يحلقوا حواجب. طب ما تحلقوا، اصلا احلى بدون حواجب، هي احلى بدون حواجب. البطل حواجبها بيخسوا اصلا هيك، مش فاهم انا. البطل بيروح على المكان، كيف عرف المكان؟ بتعرفش انت، لا عصابه حكت له ولا شيء. بعد 4 ثواني ونص على فكره، اتذكر هذا الموضوع. بعد 4 ثواني ونص بروح على المكان، بلاقي كل الهند، وممكن يكونوا جايبين 3 من باكستان، بيستنوا في كلاشينات وفي سلاح وإشي وطيران وحرب وجبات، يعني تقول جيش بستناه. هو جاي عليهم بعصايه هالقد قد شبشبه اكبر منها، الشبشبه على فكره 43 اكبر منها. قال ايش؟ بدخل عليهم كلهم، هم بضخوا عليه ما حدش بيصيده. تقول دبشك اللي بضرب عليه، دبشك بضخ عليه مش عارفين يصيدوا، كلهم حول، كلهم بدون عينين. وهو لو صيدهم كلهم بصيدهم ولا بقى خالص. البزقة الشعاعية النارية ضربت أكيلة، هذا الكابتن رابح. ما هو بعد ما يخلص عليهم كلهم خلص على كل الهند، ما ضل في الهند ولا واحد غير هو بس، بكون كاتل أبوه بالغلط، بكتلهم كلهم وروح بده يجري على البطلة زي هيك، إلا هو واحد ميت كلب ميت، بكون مش عارف يصيده وهو عايش. بتذكر حاله لما مات صحي عشان يضخوا الطلق، بطلقوا الطلق وبموت تاني. طب يا كلب يا ابن الكلب، من الاول ريحنا وضخوا من اول الفيلم اساسا. لا البطل خنبتونا، ضخوا البطل في ايده، حبيبته بتنجن، فايش بتروح؟ حبيبي يعني مش حيموت، فبتعملوا تنفس صناعي، ولك يا بقرة طلق في ايده جاي، ايش دخل؟ انا مش فاهمه. ولا على اساس انه غرقان في حبك يعني؟ بخلصوا وبقتل كل العصابه وبنهي عليهم كلهم، تفكر خلص الفيلم؟ لا يا حبيبي، لسه في اغنيه الختام. هذه الاغنيه اللي البطل فيها بحب العصابه والعصابه بتطلع كويسه في الاخر، وبغنوا بقعد خلص اطفي الفيلم، اطفي خلص، انا انخنقت اصلا من الفيلم، تعال اطفي الكاميرا. النوع الثاني افلام الرعب. يا جماعه الخير، افلام الرعب اكثر افلام بتخزي، يعني ايش بدي اقول لك، في تاريخ المجرة، مش في تاريخ المجرة كلها، من أول الله ما خلق البشرية لليوم، أفلام الرعب أكثر أفلام بتخزي. لا أنت عارفه فيلم رعب ولا فيلم رومانسي ولا فيلم أكشن ولا إشي، بيخزي. المخرج بس بيجيب له 4 باكيتات كاتشب، هاي ميزانية الفيلم، 4 باكيتات كاتشب وراس عروسة مقلوع عينها، يعني مش كاملة، معوش يكمل العين، خلص بعين واحدة بتكفي العروسة 100%. المهم بدي اجيب لكم نوع واحد بس من افلام الرعب، يعني اللي بتخزي جدا. اسماك القرش، هذه اسماك القرش اللي بتصير تمشي بتكون قاعد في الصحراء، بطل قاعد في الصحراء هو البطلة. قال ايش؟ الدنيا بتصير تشتي سمك قرش. من وين اجى سمك القرش؟ انت هنا يعني الامور اختلطت في بعض، هيك لبست في بعض، بتبطل فاهم شيء. سمك القرش هو اللي بيقول ايش اللي جابني في الصحراء، ما كنت في البحر، الله يفضح عرضك يا مخرج. بصير سمك القرش هو اللي ايش؟ مجبور، بده ياكل العيش، بده يلحق الناس الممثلين.
يصير يزحف على بطنه زي هيك، بطنه بصمت من كتر المشي، زي اللي بتعلم بيطلع له عظم في بطنه يا اخي من كتر ما بيزحف على بطنه، بده يلحقهم بطريق. خد شوف هاللقطة. الثالث افلام الاكشن. افلام الاكشن يا جماعه الخير يعني شايفين الفيلم الهندي بالضبط كوبي بيست، بس شيل منه الاغاني خلص بصير افلام الاكشن. والله هيك يعني طخ في الفيلم الهندي في طخ، خطفوا حبيبته في الفيلم الهندي في خطفوا حبيبته، حلقوا الحواجب، لا المره هذا عشان يغيروا بيشيلوا رموشها وشعر رجليها، شعر واذا طلع لها شنب بيشيلوه برضه، يعني عشان ايش؟ انه كنوع من التغيير. هي افلام الاكشن، في الاخر ايش؟ البطل بطخ كل العصابه. اللي بعده الافلام الرومانسيه. الافلام الرومانسيه يا جماعه الخير والله ما انا حاكي عنها خلص، كلكم عارفين اسمها. تامر حسني بحب مي عز الدين وبيعملوا 3 اجزاء. خلص يلا اطفي. اخر شيء اذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناه. يعطيكم الف عافيه.